بره الصندوق النهارده مش بس من بره الصندوق، دي كمان من بره مصر. يعني ايه الكلام ده؟ مؤسسة الزايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة مكتب قادرون باختلاف هتكون حلقتنا النهارده. بس ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد في بره الصندوق على تلفزيون حلوان جنوب العاصمة. اهلا بيكم في حلقه جديده من بره الصندوق. حلقتنا النهارده مميزه مختلفه جدا. حلقتنا عن ذوي الهمم واصحاب القدرات الخاصه. قامت مؤسسه زايد العليا لاصحاب الهمم بدوله الامارات بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه ومكتب قادرون باختلاف بافتتاح مراكز للتخاطب وتنميه المهارات، تعديل سلوك وصعوبات تعلم وتكامل حسي وحركي. المراكز دي مجانيه لكل اطفالنا ذوي الهمم او الاطفال اللي عندهم مشاكل من النوع ده. المراكز بتقدم الخدمات ليهم ومفتوحة عشان الناس اللي مش قادرة تدفع ثمن الجلسات والعلاج ده. المراكز على مستوى الجمهورية تم في المرحلة الأولى فتح 48 مركز وجاري استكمال بقية المراكز. بنشكر مؤسسة زايد وبنشكر وزارة الشباب والرياضة على مجهودهم، وتعالوا بينا نروح ونشوف أحد المراكز دي ونشوف بيقدموا إيه لأطفالنا، ونرجع لكم تاني بعد ما نشوف. ممكن تعرفينا بحضرتك؟ هدى عبد العظيم محمود، مسؤول مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة. أستاذة هدى، ممكن تعرفينا على المركز اللي احنا فيه النهارده؟ مركز تخاطب 15 مايو تم إنشاؤه يوم 2/10 من قبل وزارة الشباب والرياضة مكتب قادرون باختلاف بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا بدولة الإمارات. مؤسسة زايد العليا قدمت هي المواد الأساسية، الأدوات والخامات لمركز التخاطب، وتم إنشاء حوالي 48 مركز على مستوى المحافظات جميعا. طيب ممكن حضرتك تقول لنا تاريخ إنشاء المركز بقاله قد إيه هنا؟ من 2/10 تم فتحه 2/10 2022. 2/10/22. يعني انتوا كده تقريبا بقالكم شهرين شغالين، صح كده؟ شهرين شغالين. طب العدد عندنا بقى وصل لحوالي 86 عدد متردد من الأطفال. تنمية مهارات، تخاطب، تكامل حسي، تعديل سلوك، تأخر دراسي، يعني جميع المجالات الأخصائيين المركز بيشتغلوا فيها. كده حضرتك المركز هنا في مدينة 15 مايو، هل بيخدم أهل مدينة 15 مايو ولا ممكن حد يتردد عليكم من أماكن بعيدة؟ لا، هو هنا المركز بيخدم أهل 15 مايو وحلوان وجميع الأماكن اللي تقدر توصل لنا احنا بنخدمهم. يعني أي حد بيجي لنا من أي مكان احنا بنخدمه، مش مرتبطين بمكان أو مكان سكنه. العدد اللي حضرتك هتقدري تعالجيه او تشتغل عليه الفتره الجايه، انت قلت لي 86 وصلتوا العدد كده، العدد اللي انتوا هتوصلوا له هل العدد محدد ولا هو ممكن يزيد عن كده؟ هو العدد بالنسبة لنا احنا يعني على 90، وممكن نقفل فترة شهر ولا شهرين لحد ما أولادي يبدأوا يخفوا ونبدأ نفتح تاني للناس اللي هم في قائمة الانتظار. من عندنا في قائمة الانتظار ناس كثيرة جدا، بس احنا العدد كل أخصائية عندها 8، لأن الجلسة نص ساعة ما بينهم 5 دقايق فقط بس، اللي هي تعديل أدوات، شيل أدوات. فكل أخصائية واخدة 8 حالات اليوم كامل عندها، ما عندهاش وقت. فالمركز كده هيقفل على 90. بعد كده يبدأ بقى ايه، لما حد يخف نبدا ناخد بقى من قائمه الانتظار ناس تانية. استاذه هدى، المركز هنا بيقدم خدماته بمقابل مادي ولا مجانا؟ لا، الخدمات مجانيه تماما، مفيش اي مقابل مادي من اي نوع. طيب وبالنسبه لاعمار الاطفال اللي انتوا بتقدموا لهم الخدمات دي سن معين؟ من سن 3 سنين لسن 12 سنه. مدام هدى، احنا كنا سمعنا عن مبادره زايد للحفاظ على البيئه، ممكن تكلمينا عنها؟ مبادرة زايد عاملاها للحفاظ على البيئة. هي عاملة أكياس معينة للقمامة، وزعنا الأكياس دي على الولاد ذوي احتياجات خاصة اللي هم بمركز التخاطب علشان يجمعوا فيها الكنزات والبلاستيكات للاستفادة من مخلفات البيئة. طيب أنا هستأذن حضرتك، هل بيجمعوا من الشوارع ولا من خلال المركز؟ لا، من خلال استعمالاتهم الشخصيه، ان هم بيستعملوا الادوات اللي هي الكنزات والمواد البلاستيكيه اللي بيستعملوها. بعد ما بيخلصوا، بدل ما بيرموها في الشارع او بيرموها في اكياس في الزباله عندهم في اي مكان، بنحطوها في الاكياس اللي هي مخصصه بتاعه مبادره زايد كنوع من الحفاظ على البيئه. هي عاملاها مبادره زايد كنوع من الحفاظ على البيئه. بعد كده احنا بنجمع الاكياس دي، ومؤسسه زايد بتاخدها في عربيات مخصوصه
بتوديها للمصانع المسؤولة عنها، ومن خلال المبالغ بتاعتها بتتبرع بيها لمستشفى 57 357. شيء عظيم وشيء جميل ان الاطفال يشاركوا في المجتمع معانا ويقدموا حاجه. شكرا لحضرتك. متشكرة جدا. امشي على القطر تمشي تحت يا مالك. نيجي على القطر. برافو عليك شاطر. تعمل ازاي يا عمو؟ بديت احمر. شطورة برافو عليكي شاطرة. انت لون اصفر يا سامي. اصفر 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 فين هو كده؟ فين اصفر؟ برافو دي اصفر. برافو شاطرة جدا. رو طلع سنة شوية هنا شوية برا. رو لا رو رو ري رو. برافو عليكي. قربي شوي. رمان. الله برافو. عالي شوي. رمان. شطورة. رجل. نرفع. استنى شوي. ريشة. ريشة. ما تخافيش ما تخافيش. اقفي في ما تخافيش ما تخافيش. ممكن حضرتك تعرفينا بنفسك؟ دكتورة أمال المهدي، مديرة مركز التخاطب واستشاري التربية الخاصة. اهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. ممكن تكلمينا عن الخدمات اللي بيقدمها المركز للاطفال ذوي الهمم؟ المركز هنا بيستقبل الأطفال ذوي الهمم والأطفال بعض الأطفال العادية اللي بتحتاج تخاطب. إحنا بنقدم تنمية مهارات وتخاطب وتعديل سلوك وصعوبات تعلم. بنستضيف فيهم أي طفل داخل المركز أو خارج المركز. حضرتك ممكن تكلمينا عن عدد الاطفال الموجودين؟ احنا كنا اتكلمنا مع الاستاذه هدى وقالت لنا تقريبا 86. تمام. عندي بشكل فعلي 86 حاله قابلين ان شاء الله للزياده، خاصه بعد افتتاح غرفه التكامل الحسي كمان معانا. طيب الخدمات اللي انت بتقدموها هل بيبقى مده الكورس قد ايه، وعدد الساعات، عدد الاطفال اللي بيبقوا موجودين، هل بيبقى جماعي او فردي؟ التعامل بيبقى ازاي من خلال المركز؟ المركز بيشتغل بشكل فردي 1 to 1 بين الاخصائي وبين الطفل. بالنسبه للجلسات انا عندي يوميا 8 جلسات لكل اخصائي، عندي 5 اخصائيين، يعني 5 في 8 ب 40 سيشن في اليوم. عدد الحالات احنا قلنا 86 قابل للزياده. بالنسبه لمده الجلسه نص ساعه، 5 دقائق فرق بين الجلسات لتغيير الادوات فقط. بالنسبه للبرامج، لا البرامج بتختلف بين طفل وطفل، لان انا المفروض ان انا بعمل اعاده البرنامج كل 3 شهور للطفل، بقيم الطفل كل 3 شهور. ففي طفل ممكن يعني البرنامج بتاعه في خلال ال3 شهور يكتمل، في طفل بيحتاج ان انا ازود معاه، خاصه ان انا معايا اطفال ذوي احتياجات خاصه، ممكن طفل بيحتاج زمن اطول من كده، قد تمتد لسنين. يعني حضرتك بتقولي ان مده علاج الحالات بتختلف من شخص للتاني على حسب تقبله للعلاج، صح كده؟ اكيد وحسب احتياجاته الشخصيه او الفرديه ليه. طيب احنا كده بنقول احنا بنعالج حالات تخاطب، تنميه مهارات، وايه تاني؟ وبنعمل تعديل سلوك وصعوبات تعلم. صعوبات تعلم. طيب كده هل في نسب؟ احنا قلنا ان المركز بدأ تقريبا في شهر 10 اللي فات، يعني شهرين. 2/10 صح كده؟ تمام. هل في استجابه للحالات
او تم شفاء حالات او عندي حالات كتيرة جدا تم استجابة للحالات، خاصة حالات عندي للتخاطب، بعض حالات صعوبات التعلم. في أطفال ما كانتش بتنطق بتطلع حروف، الحمد لله رب العالمين وصلنا إنها بتتكلم دلوقتي، ابتدت تطلع مقاطع صوتية وتطلع كلمات، والحمد لله في تطور في الحالات واضح جدا. وده مش رأينا احنا أو تقييمنا احنا لوحدنا، ده تقييم ولي الأمر معانا كمان. حضرتك بالنسبه للدكتوره متخصصه في المجال، المركز هنا هل الاقسام اللي موجوده فيه كلها بتستوعب الحالات اللي موجوده، ولا محتاجين اضافه او تقديم، يعني هنقول تقديم بعض المساعدات من الوزاره ومركز زايد للمكان عشان يرتقي اكتر؟ اعتقد ان في المجال ده بالذات مفيش حاجه اسمها ان انا اوصل لحد قصوى، ممكن نحتاج فيما بعد، واكيد في بعض الجلسات، لان العدد اللي جاي لنا عدد مهول، فعدد الاخصائيين على العدد ده اعتقد ان احنا هنبقى عاوزين زياده او نشتغل بشكل كامل، يعني يوم كامل. احنا برضو بنشتغل في فتره زمنيه محدده، اعتقد لو اليوم كامل هيفرق معنا كتير. طبعا انا كنت سالت استاذه هدى وكانت قالت لي ان التعاون تم ما بين مؤسسه زايد ووزاره الشباب والرياضه، مكتب قادرون باختلاف. تمام. المركز او الوزاره اعتقد انها وفرت المكان، وزايد قام بالتجهيزات للاماكن، صح كده؟ طيب بالنسبه للاخصائيين، هل هم متخصصين ومدى مهارتهم في علاج الحالات؟ اول حاجه الاخصائيين لما تم ان هم اختيارهم، ما تمش اختيارهم بشكل عشوائي، بالعكس كانت في زي نقول مسابقه وتم اختيار الاخصائيين عليها بناء على خبرتهم وعلى التخصصات بتاعتهم، كمان على دراستهم، ما كانش بشكل عشوائي نهائي، بالعكس يعني الناس تم انتقائهم على اعلى مستوى. ده شيء جميل. العدد احنا قلنا 86 تقريبا، وبيخدم كافه اهالي المنطقه، مش بس مايو وحلوان وايا كان اللي بيجي، محافظه القاهره عموما. ده شيء جميل. كنا سمعنا عن مبادره زايد للمحافظه على البيئه، ممكن تكلمينا حضرتك عنها؟ الأطفال هنا يمكن أعتقد أن مؤسسة زايد حبت أن هي تبرز دور الأطفال دول في الحفاظ على البيئة ودورهم في المجتمع، وده بيخلي أن الطفل عنده إحساس بذاته أكتر. لما أنا أحس أن أنا جزء من المجتمع، أنا هفيد واستفيد من المجتمع ده، ودي أعتقد أن هي كانت نقطة زايد اللي عاوز يبرزها للأطفال ديت. أول حاجة أن الأطفال ابتدوا يجمعوا اللي هي الكنزات والحاجات والمخلفات الشخصية بتاعتهم، وتم التبرع بيها. ثم بعد ذلك نتيجة للتبرع ده احنا بنقوم بالتبرع بالقيمة المالية بتاعتها لمؤسسة 57 دي مساعدة من طفل لطفل، الاثنين في حالة احتياج. فقد ايه لما نكون احنا الاثنين في حالة احتياج كمان وبنساعد بعض، ما بال بقى بالطفل العادي الرسالة توصل له ازاي. بنشكر حضرتك دكتورة أمال على وجودك معنا في الحلقة النهاردة. ألف شكر لحضرتك. شكرا. بنشكر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وعلى رأسها سيادة الأمين العام للمؤسسة، وبنشكر وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مكتب قادرون باختلاف على مجهودهم، وبنشكر كل مراكز الشباب اللي تعاونت ونفذت المبادرة على أرض المركز بتاعها، وبنلوم على كل مركز رفض المبادرة، لأن مش من حقك. احنا المفروض بنحاول نقدم خدمة مجانية لأهالينا اللي مش قادرين يدفعوا 8 جلسات العلاج دي لأنها غالية ومكلفة. كنتم مع بره الصندوق ومحمد صلاح على تلفزيون حلوان جنوب العاصمة.